سر السعادة. كتير مننا بيربط سعادته بحاجة بيشتريها، بمكان بيروحه، بعلاقة بيكون فيها، بوجود شخص معين معاه عشان يشعر بالسعادة. بس الحقيقة إن السعادة اللي بتيجي من بره بتكون سعادة مؤقتة. هستنى مشاركتكم في الكومنتات، تشاركوني إيه هو مفهوم السعادة. اعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. معنى السعادة مش معناها إن أنا بس أكون سعيد وفرحان، ده شعور وده جزء من حالة السعادة. السعادة هي حالة داخلية تساعدني إن أنا أفكاري ومشاعري وإحساسي الجسدي يكونوا التلاتة في حالة حضور، حضور مع نفسي في اللحظة الحالية للاستمتاع بما هو متاح الآن. السعادة هي حالة داخلية من الاستمتاع بما هو متاح الآن لما أكون حاضرة بمشاعري وأفكاري وإحساسي. طيب ليه رغم كل التطور والإمكانيات اللي بقت عندنا وتعدد الحاجات اللي نظن إن هي سبب السعادة، مع ذلك إحنا فاقدين للسعادة؟ لأني فاقد الاتصال مع نفسي، ما عنديش تواصل مع نفسي، وأصل السعادة هو التواصل مع النفس، وإن أكون في حالة تواصل وحضور مع نفسي. الحاجة التانية إننا رتم حياتنا بقى سريع جدا، يلا اللي بعده يلا اللي بعده، ففقدنا الحضور في اللحظة الحالية. الحاجة التالتة المقارنات اللي بقت أسلوب حياة، وبالتالي قاعدين نبص على اللي موجود عندهم ومش موجود عندنا، وده خلانا ننتقل للنقطة الرابعة، وهو التركيز على المفقود أكتر من التركيز على الموجود. النقطة الخامسة تشوه مفهوم السعادة بسبب إن أنا رابط السعادة بحاجة معينة تكون موجودة أو حاجة أعملها، فبقيت مدي ريموت السعادة بتاعتي في إيد حد تاني. لو هو موجود هبقى سعيد، مش موجود فقدت حالة السعادة. الحاجة الستة وهي التعود على النعم. احنا من كتر النعم اللي احنا عايشين فيها ألفنا النعمة، فبقينا ما عندناش استشعار بيها ولا حضور معها. بقت موجودة خلاص، هشعر بتغيير فيها ليه؟ ما هي زي ما هي ما اتغيرت. لكن لو أنا كنت حاضر ومستشعر النعم اللي عندي، ده كفاية بس نشغل الخمس حواس ونستشعر بيهم، ونشعر بفيض من النعم، وهنقول الحمد لله أنا في فيض من النعم. شاركوني في الكومنتات إيه أكتر سبب من الأسباب دي هو اللي مخليكم فاقدين لحالة السعادة. طيب إزاي أصل لحالة السعادة مع نفسي؟ ومش بقول هنا إن أنا أكون منعزل عن الآخرين، ولكن أنا بوجد حالة السعادة دي مع نفسي عشان أعرف أكون موجود في حالة السعادة مع غيري وفي أماكن مختلفة وأوقات مختلفة. خلينا هنا نقول إن السعادة هي حالة، ودوام الحال من المحال، وسنة الله في الكون هي التغيير، وطبيعي إن هي ما تستمرش. الناس اللي بتقول أنا بفضل دايما أضحك ومبسوطة، أنا هنا متعلقة بحالة السعادة، أو أظن إن أنا في حالة السعادة، ولكن في واقع الأمر أنا جوايا مش سعيد. مش كل الصور بنضحك فيها، ولكن القلب ما بيضحكش. فنخلي بالنا من الحتة دي، عشان أحيانا بنضحك على نفسنا، ما احنا بنضحك وحلوين، يبقى احنا كده مبسوطين. ازاي بقى أفعل حالة السعادة دي في يومي أو في حياتي؟ أول حاجة صاحبي نفسي. لو رجعنا تواصلنا مع نفسنا وعرفناها وفهمناها، هنعرف هي بترتاح فين، ايه اللي بيناسبها، ايه اللي مش بيناسبها، بتعرف تستمتع امتى، بتعرف تكون حاضرة امتى. فصحوبيتي مع نفسي مفتاح للسعادة. الحاجة التانية أعيد تاني صياغة مفهوم السعادة الحقيقي بالنسبة لي. بلاش تكون مرتبطة بحاجة موجودة أو بحالة بعيش فيها أو بتواجد شخص معين. ما تربطوش سعادتكم بحاجة خارجية، عشان ساعتها هتكون مؤقتة وزائفة. الحاجة التالتة نفعل الامتنان، مش بس آخر اليوم، خلال اليوم كمان أنا بحاول على قدر المستطاع أتفاعل مع الحاجات واستمتع بيها، عشان فعلا أستشعر الامتنان معها. الحاجة الرابعة هو التوازن بين الاستمتاع لوحدي والاستمتاع مع الآخرين، عشان ما الاقيش نفسي بعرف أبقى أكون سعيدة ومبسوطة وأنا لوحدي بس، ما بعرفش أكون مبسوطة مع الناس، وأدخل في عزلة عشان أصل لحالة السعادة ما بعرفش أكون عليها لما بكون وسط الناس. هنحاول نكون في توازن ما بين الحضور والاستمتاع مع نفسي والحضور والاستمتاع مع الآخرين.
النقطة الخامسة نقلل السوشيال ميديا اللي بدون هدف. أنا داخل بس أقلب كده أشوف الدنيا فيها إيه. حطي لنفسك وقت وقللي الموضوع ده قدر المستطاع عشان تكوني حاضرة، لأن السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتركز على الانتباه، فبقى انتباهنا قليل جدا. هنبص نلاقي ماسكين التليفون، أنا هبص بصة سريعة كده هبص ألاقي ساعة واتنين وتلاتة عدوا وأنا مش واعية الوقت ده راح فين. آخر نقطة هي اللجوء لمختص يساعدني أعرف إزاي أرجع تواصلي مع نفسي عشان أصل لحالة السعادة. أتمنى يومكم يكون سعيد وتصلوا لحالة السعادة مع أنفسكم ومع الآخرين، ويومكم جميل. أنا لايف كوتش نهى ميدان، وهستنى تعليقاتكم ومشاركتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة.